هالشخص سوى هالفيديو أقسم فيه ب5 أيمانات. تخيل كل هذا عشان يثبت لك أن سورة الطارق إذا قريتها 7 مرات صباح و7 مرات مساء في 7 أيام راح تتغير حياتك. وقال لنا فيها وقفوا قراءة أي شيء، وأقسم مرة ثانية أن أي شيء بالحياة إذا تبغاه راح يتم معه. نية زواج، قضاء على سحر، قتل ساحر، قتل من يتسبب في السحر، وظيفة، توقيف في حياتك، أمورك ملخبطة، لترى فيها عجب العجاب. وحتى لو راح تقراها بنية اليقين أو نية التجريب راح تنفع معك وتحدى كل الناس على هالشيء. والغريب في الموضوع ان كل التعليقات الناس سوت هالطريقة ونجحت معه، وحلف وقال والله انها لخروج العارض وضربه وقتل الساحر او حتى لتسديد الدين او حل كل مشاكل، ما عدا طبعا اذكار المساء. تخيلوا يا جماعة رغم كل هالاشياء وقال لنا اقطعوا كل شيء الا اذكار الصباح والمساء، لازم ان نستمر عليه. هذا دليل على ان اذكار الصباح والمساء لاي شخص مهم، لان ترى في اكثر من شخص يعطيك العين وهو ما يدري. المهم نرجع لكلامه، قال وقف اي صلاة ابراهيمية او حتى برنامج قراءة سورة البقرة زي اللي قلت لكم عليه الفيديو اللي راح. رجع وقال عندك سحر النفور، سحر التشويه، سحر الجمال، سحر الإذلال، سحر الاتباع، شاك في سحر مسموم مدفون محروق. اقراه 7 صباح و7 مساء في 7 أيام. خلينا نوقف سورة البقرة زي ما قلت لكم ونشوف تجاربكم بالتعليقات. اشوفكم على خير، سلام. ايش هالحسنة؟